النهاردة هنعمل وصفة الدونات بأسهل طريقة وبجد اقتصادية وحلوة جدا وهتعجبكم. قبل أي حاجة متنسوش تضغطوا واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ الوصفة لدونات هش ومرتفع زي ده. أول حاجة عندي العجان هنحط فيه كيلو من الدقيق. عايزة تستخدمي نص الكمية مفيش أي مشكلة. وعندنا كيس من الخميرة عليه 3 معالق من السكر وعليه كوباية من المية هنقلبهم كويس. أول ما يبتدوا يعملوا فقاقيع كده على الوش هنروح حاطينهم على الدقيق مع رشة ملح. بعدين هنحط تقريبا ربع كوباية من الزيت ونقعد نخلط كده لحد ما العجينة تبتدي إن هي تلم، وهنحط عليها بيضتين وكيس من الفانيليا، وكمان هنحط عليها معلقة من السمنة، والباقي هنزوده بلبن. طبعا تقدري تزودي لحد ما العجينة تلف معاكي بمية، لكن عايزاه يبقى طعم كل ما كان طعمه أحلى زودي لبن. حطيت اللبن وخلاص بقت العجينة اللي هي تلم معايا، وخلاص حطيت السمنة وحطيت معلقة صغننة من البيكنج باودر، وهقلب كل الكلام ده كويس على العجان او على ايديكي لحد ما العجينة تبقى بتلزق سنة بسيطة وفي نفس الوقت طرية واتعجنت كويس كده. اهم حاجة ان هي تتعجن كويس. نقول لكم المقادير تاني: كيلو دقيق عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيلو دقيق عليه كيس خميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق سكر، ربع كوباية زيت، معلقة سمنة، ورشة ملح. بعد كده هنسيبها إن هي تخمر مع نفسها بقى، وهنبتدي بقى إن إحنا ننزل العجين كده زي ما انتم شايفين العجين مرتفع عامل معايا ازاي. ما شاء الله خمرت، قعدت ساعة أما تخمر، وبالذات إن الجو ساقعة فيعني ساعة حلوة. ابتدي بقى إن أنا أقطعها كور. طبعا انت تقدري ما تقطعهاش كور، تفردي العجينة خالص وبكوباية كده وغطا إزازة تعملي الدونت العادي، لكن أنا بحب أسهل على نفسي بدل ما أقعد أفرد وألم وأسيبها ترتاح، أعمل كور كده العجينة كلها كور مرة واحدة، وابتدي إن أنا أفردها بإيدي كده لحد ما أخليها تاخد شكل الدونت. وخلاص بقى زي ما انتم شايفين بايدي بحاول اخليها تاخد شكل الدونات، وبضغط عليها كده. وانت بس سيبيهم يرتاحوا 5 دقايق بس. كل ما تسيبيهم يرتاحوا كل ما تغطيهم، لازم تغطيهم ما تسيبهمش مكشوفين عشان ما يعملوش قشره. وطبعا العجينه لو بتشد او بتروح وبترجع معاكي دي تبقى محتاجه ان هي ترتاح. طبعا في الوقت ده بعد ما اشكلهم كلهم شكل الدونات هسيبهم يخمروا تقريبا نص ساعه كمان، وهكون انا مولعه على زيت على نار هاديه كده عشان الزيت يسخن عما الدونات كله يخمر معايا وتمام. طبعا ده شكل الدونت بعد ما خمر بقى وكل حاجه كانت تمام اهي معايا خمر اهو. فخدت بقى الدونت وبدات انزل بيه على الزيت. طبعا انا دهنه المفرش زيت عشان ما يلزقش فيه. وهنا جهزت الطاسه وولعت بقى على الزيت، وطبعا الزيت يكون غزير، مش غزير قوي لكن غزير الى حد ما. وهبتدي ان انا احط الدونت اول ما الاقيها اتحطت وبدات تعمل فقاقيع كده الزيت يبقى هو مظبوط. انا هنا حطيتها، واول ما حطيتها مش عملت فرق في فقاقيع، فضلت شويه عما تعمل فقاقيع كده، الزيت كان لسه بارد كده. احط الدونت بقى ورا بعضه، وطبعا مش هياخد في الزيت تقريبا دقيقة دقيقة ونص كده على كل وجه، وهتقلبيه بالشكل ده. عايزة اقولك هيطلع معاكي دونات هش طعمه حلو. بجد هيعجبك قوي، جربي وعلى ضمانتي. هنا النار متوسطة مش عالية، يعني مش عالية ومش هادية، فوق المتوسط سنة بسيطة خالص كده. طبعا انا سايباه ياخد لون كده من كل الجوانب وبقلبه. واول ما ياخد لون من الجنبين بطلعه واسيبه يتصفى كده بقى مع نفسه. هندهنه لا اما شوكولاته لا اما الجليز اللي هو بيتعمل بيه معلقه من السكر معلقه من اللبن، ونقلبهم كويس بس يكون سكر بودره، وده الجليز وتقدري تلونيه باي لون. انا هنا عملته عندي بالسكر بالشوكولاته زي ما انتم شايفين، وكمان عملته بالكراميل. عايزين طريقه الكراميل اكتبوا لي في الكومنتات وانا هبعتها لكم على طول، او هنزل لكم فيديو على طول. وبس كده زي ما انتم شايفين ده كان الشكل النهائي. كل شويه بقى بطلع وارجع احط عليه شوكولاته واسيبه لما ينشف. عايزه اقول لكم شايفين مرتفع ازاي، وبجد حلو جدا وطعمه في منتهى الجمال. جربوه وعلى ضمانتي. تقدروا تستخدموا الكميه دي كلها بيضه واحده، وتقدري كمان تعمليه اقتصادي وما يبقاش بولا بيضه. شايفين هش جدا، تضغطي عليه يدخل لجوه، بجد حلو قوي. جربيه على ضمانتي وهيعجبك. وبس كده الفيديو بتاعي يكون خلص. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتصلوا على النبي بقى في الكومنتات. اسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.